بسم الله. ازيكم يا شباب؟ ان شاء الله تكونوا بخير يا رب دايما. الفيديو ده لطلبة الثانوية العامة اللي لسه مخلصين ثانوية عامة، ويعني مبدئيا كده ألف مبروك النجاح ليكم كلكم جميعا يا رب. ما دام انت بتتفرج على الفيديو ده فانت غالبا وصلت بصورة او باخرى لقرار انك تدرس في روسيا او بتحاول تشوف الدنيا يعني. فخليني بس سريعا كده، هو في جملة كده او في شوية كلام رغي لازم يتقالوا عشان تبقى انت فاهم الصورة قوي. انت لو سألت اي حد بيدرس طب بشري في مصر، لو سألت ابدأ كده من الناس اللي هي في سنة 5 و6 وامتياز ونواب لحد اخصائي كده، قول له لو رجع بيك الزمن لورا هتدرس طب ولا لا، وشوفه هيرد عليك يقول لك ايه. لو سألت 100 انا متأكد ان انت مش هتجمع منهم 10 هيقولوا لك هنرجع ندرس طب تاني، وكلهم هيقولوا لا مش هندرس لأسباب كتيرة. أهمها إنه الطب في مصر بقى مهان يعني، والمرتب ما بقاش مجدي، وما بقاش وضع الدكتور اللي هو كان أيام زمان ده. ما بقاش زي الأول. ما بقاش يعني اطلع من قوقعة الأحلام الوردية اللي انت عايش فيها دي، والطب والبلطو الأبيض والكلام ده، لأنه الموضوع ما بقاش مجدي خالص. وأنا لو انت بتاخد نصيحتي أنا، انت ممكن تركز في مجال تاني وتنجح فيه أحسن من أي حد، أحسن من أي دكتور يعني. وانت لو جيت تصنف الدكاترة اللي موجودة اصلا او الطلبة اللي بتدرس طب هتلاقيهم نوعين، يا اما نوع مجبر اصلا على دراسة الطب وهو خلاص جاب المجموع ده ولازم يدخل الكلية دي، او نوع تاني بقى اللي هو اصلا غاوي الطب، ودول هتلاقيهم قليلين جدا 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 يعني. لكن الأغلبية هو مجبر خلاص، هو جاب المجموع ده فأهله عايزينه يدخل الكلية دي فدخل الكلية دي، وبعد كده أحبط من الدراسة وأحبط من طول الدراسة وأحبط من الشغل وأحبط بعد كده من المرتبات. الموضوع مش يعني انت بتشوفها بس شايفها بلط ابيض والكلام ده، لكن دي احلام ورديه، مش بالظبط زي ما انت فاكر كده. لكن قبل ما تفكر تيجي تدرس في روسيا في كذا معلومه برضو لازم تبقى عارفها. اولها انه اللي بيضحك عليك ويقولك انه هتحقق حلمك في روسيا ده كذب. ده واحد كذب عليك وبيحاول يجمل لك الدنيا عشان ياخد من وراك عمولة او عشان ياخد من وراك مصلحة او whatever كان هو مغزاه ايه. لكن بص للموضوع بعقل، شوف السنة اللي فاتت والسنة اللي قبليها والسنة اللي قبليها. أقل سنة فيهم كان عدد الطلاب المصريين 5000، شوف كم واحد فيهم متقدم في الدراسة. هتلاقيهم أقل من 1000، يعني أقل من 1000 هو اللي دخل سنة تانية. والألف دول هتلاقيهم كمان هتلاقي نصهم ناجح بمواد، يعني عليه مادة وهياخدها في سنة تانية ولو جيت بقى تبص لكلهم هتلاقي الألف دول منهم 900 في جامعات تعبانة بير سلم أصلا ما بيدرسش طب، ولو جيت تكلمه في المادة الطبية مش هتلاقي عنده أي معلومة. و100 واحد دول اللي هم ماشيين في جامعات محترمة، دول غالبا اللي بيدوروا على هدف أو ليهم هدف، أو جايين حاسين إن هم اتظلموا فجايين روسيا يحققوا هدفهم. تمام. النقطة اللي بعد كده اللي لازم برضو تحطها في اختبار في اعتبارك وانت بتقدم في روسيا. وانت بتقدم في روسيا المفروض انك واحد على كلامك يعني اتظلمت في ثانوية عامة، وجاي بقى روسيا تحقق حلمك وتثبت للناس كلها وتثبت لنفسك ان انت احق بدراسة الطب والكلام ده. فده معناه انه انت بتدور على الجامعة المناسبة ليك ماديا، مش الجامعة السهلة. ولو بتفكر في الجامعة السهلة ما تجيش روسيا، والله انت كده بتضحك على نفسك. بمعنى انه انت مثلا سي الباكج بتاعتك او قدرة اهلك ان هم يدفعوا $5000 في السنة لجامعة. $5000 في السنة هتلاقي عندك بافلوف وهتلاقي ميتشنكوف وهتلاقي ساراتوف وهتلاقي تامبوف وهتلاقي استراخان. لو لقيت ميولك رايحة للجامعات الضعيفة اللي زي تامبوف واستراخان وساراتوف والكلام ده وعايز تهرب من بافلوف، فبصراحة ما تجيش روسيا، والله انت بتخدع نفسك وبتشتغل نفسك. وخد بالك انت مش هتتعلم طب ومش هتدرس ومش هتكمل اصلا، ولو كملت مش هتتخرج، ولو اتخرجت والله ما هتشتغل ومش هتنفع اصلا، لانه انت هدفك ان انت تلبس بلط ابيض، مش هدفك انك تبقى طبيب. انت لو هدفك تبقى طبيب هتفكر في بافلوف لو هي مناسبة ليك ماديا. مش مناسبة ليك ماديا هتشوف ايه اعلى جامعة في السعر اللي انت تقدر عليه او في الرسوم اللي انت تقدر عليه. ده الطبيعي. انما اللي بيحصل بقى وتمشي ورا الناس اللي هي هربانة في بيسكوف وهربانين في كيروف وهربانين في الجامعات التعبانة دي وماشيين وراهم، ودي الجامعات السهلة وتعالوا على هنا وهتنجحوا، الكلام ده كله شغل كلام فاضي. واللي بيعمل كده اصلا هو متأكد ان هو مش عارف يشتغل في مصر، وبيحاول يدور لنفسه على كارير تاني غير الطب لانه عارف ان هو مش نافع فيه اصلا. وما تحاولش تقنع نفسك ان واحد هيتخرج من بافلوف هيبقى زيه زي اللي متخرج من بسكوف ولا متخرج من كيروف ولا متخرج من نلشك. مستحيل، مستحيل بمعنى الكلمة يعني.
بالإضافة إلى إنه الجامعات التعبانة دي برضو بتفصل طلاب، يعني بسكوف بتفصل، تنبوف بقت بتفصل، عندك أسترخان كل الجامعات دي بقت بتفصل، ريزان بتفصل، كل الجامعات دي كلها بتفصل. فده معناه إنه مستوى الطلاب وحش، العدد الكبير اللي عمال يجي ده عدد طلاب فاشلة بأمانة يعني، وعدد على الفاضي وكلهم بيتفصلوا. فانت ما تتغرش باللي بيقولك تعالى وحقق حلمك، لانه بيعمل لك كمين. انت لو فعلا ما انتش مؤهل لدراسة الطب ما تجيش، ولو انت مش واثق ان انت اتظلمت 100% ما تجيش، ولو انت مش مؤهل انك تدرس اصلا ما تجيش، لان انت كده بتضحك على نفسك وبتضيع وقتك وبتضيع فلوس اهلك وبتضيع سنينك وبتضيع مجهودك على الفاضي. زائد انه هتفتح على نفسك باب مش حلو خالص، يعني هتوه في روسيا، هتيجي تتوه في روسيا فعلا. يعني في طلبة بتيجي بتبقى بريئة والله، بيجي خلاص الانبهار بروسيا والانفتاح والكلام ده بياخده يوديه في سكة ما يعرفش يرجع منها تاني، ودول طلاب كتير قوي قوي قوي، والمفروض الاهالي تبقى عارفة الموضوع ده، وتبقى ما علينا، مش عايزين نقول كلام نسوق بيه السمعة، لكن فعلا الوضع مش حلو خالص. فانت لو بتحاول تختار جامعة، لو انت خلاص قررت تيجي تدرس في روسيا، فلازم تختار الجامعة اختيار دقيق، وتكون بتختار بناء على قوة الجامعة، مش سهلة ولا صعبة ولا بتسقط ولا متسقطش. مفيش جامعة بتسقط طالب بيذاكر، تمام؟ فانت ما تدخلش تسالني تقول لي الجامعه دي سهله وبتسقط ولا ما بتسقطش، كلام مش حلو والله. انت اسالني قول لي الجامعه دي سعرها كام، طب في جامعه اقل، اصلا انا ظروفي الماديه ده كل الكلام ده مقبول. لكن مش مقبول انك تيجي تقول لي انا عايز اسهل جامعه. اسهل جامعه ده طب يا جماعه، والطب فيه اسهل واصعب؟ ما المفروض بيولوجيك يعني كل واحد في الجامعة دي والجامعة دي. لكن في جامعات كتيرة روسية، وانا قلت 90% من الجامعات الروسية متهاونة اصلا مع الاجانب، وما ينفعش تدرس طب الاجانب، وده واضح، وده واضح كتير خالص يعني. وخد بالك الناس اللي بتحول الجامعات المصرية، الجامعات الاهلية والجامعات الخاصة، هتشوف ده بعينيها، هتشوف ان في طلاب اصلا وصلوا سنة رابعة وسنة خمسة وسنة تالتة وهم اصلا ما يعرفوش حاجة عن الاناتومي، وهيبان الكلام ده وهيتعرف، وهتسوقوا سمعتنا اكتر ما هي سيئة يعني. عموما انت لو انت بتفكر خلاص وخدت القرار ان انت تيجي، فانت عندك كذا نقطة لازم تحطها في اعتبارك. اولا تمشي تبع القائمة المعتمدة، لانه وارد في اي وقت من الاوقات انه نبقى مجبرين كلنا ان احنا نحول لمصر. فموضوع التحويل في مصر هو هيلزمك بقائمة. احنا قلنا ان هو اصلا ملوش ان هو يحط قائمة معتمدة، قائمة جامعات معتمدة للخريج، يعني انت لو اتخرجت هتروح تعادل غصب عنه على فكرة، لانه مفيش القانون بيقول انه كده كده هيعادلك. لكن النقطة فين؟ انه حصل ظرف معين، مثلا حصلت تطور في الحرب، حصل اي ظروف اقتصادية مرينا بيها، فربما نكون مجبرين كلنا ان احنا نحول لمصر. فبالتالي هيبقى زي ما انا قلت برضو قبل كده، انه الاولويه هتبقى للجامعات اللي المجلس قايل عليها معتمده او معادله. فلازم تحط النقطه دي في اعتبارك، سواء هتيجي تخصص او هتيجي تحضيري، لازم تلتزم بالقائمه اللي منزلها المجلس الاعلى للجامعات، تمام؟ ومش كل القائمة، يعني في جامعات فعلا انا لا انصح بيها. اي جامعة زي عندك ساراتوف وانت نازل بقى، ساراتوف وتامبوف واستراخان، كل الجامعات دي كلها ما ينفعش والله طالب يدرس فيها اصلا. وهتيجي تدرس فيها هتلاقي انه انت بتدفع فلوس على الفاضي، والجامعة ما بتديكش اي معلومات. اخيرا بقى عشان ننهي الموضوع في رابط انا هحطه، ده في قائمة الجامعات المعتمدة للمجلس معتمدها، وفي رابط تاني هحطه تاني، انا كنت حاططهم في بوست قبل كده في الجروب، لكن بعيد تاني في الفيديو عشان بس محدش يطلبهم مني تاني. هتلاقي رابط لقائمة الجامعات اللي المجلس اعتمدها، وهتلاقي رابط تاني لأفضل الجامعات الروسية اللي انت ممكن تدرس بيها، والقائمة دي والقائمة دي هتدخل على اسم الجامعة، هتلاقي فيه أسعار الجامعة، وهتلاقي فيه الرسوم والتفاصيل بتاعتها كلها. اتمنى يكون الفيديو ده مهم شويه الى حد ما بالنسبه لكم، الطلبه اللي هي داخله سنه اولى، وان شاء الله يبقى في فيديو تاني زي ما الناس بتطلب مني يعني، بس هيبقى الموضوع فيه توسع شويه، لكن انا قصدت اتكلم ايجازا كده عشان بس الدنيا تبقى واضحه شويه، او نحط هيدلاينز للناس تمشي عليها، يعني بدل التوهه بتاعت كل سنه والناس بتدخل تسال نفس الاسئله والكلام ده. فان شاء الله يعني يكون الفيديو ده قريب ان شاء الله قدر الامكان. ختاما استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.